ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى خلاص بقى الصيف دخل علينا كده، ومحتاجين حاجه ترطب علينا وتكون سريعه. وحال الصيف اللي بيرطب على الولاد وبيرطب علينا احنا كمان، لازم نعمل حاجه سهله وسريعه لان احنا بنزهق بصراحه ان انت كل شويه تقومي تعملي حلويات. هنعمل النهارده مع بعض وصفه في منتهى الجمال وفي منتهى السهوله، في دقايق هتكوني محضراها. يلا بينا نشوف الوصفة بتاعتنا. وقبل اي حاجة متنسوش لايك وشير وكومنت حلو كده زيكم لو عجبكم الفيديو. ويلا بينا نشوف طريقة التحضير. هنحتاج معانا، انا استخدمت 2 باكو من الجيلي طبعا، على حسب بقى هتعملي قد ايه. احنا بنستخدم نفس الطريقة اللي مكتوبة على العبوات بره، يعني ربع كوباية من المية المغلية، وبنحط فيها باكو الجيلي. طبعا عاملة هنا 2 باكو، فحطيت نص كوباية من المية المغلية، وبعدين حطيت 2 باكو جيلي هنضيفهم معاها اهو. طبعا بنستخدم اي جيلي متوفر عندنا بقى جيلي فراولة، عندنا جيلي مانجا، عندنا مشمش، عندنا اي نوع بيبقى طعمه حلو في منتهى الجمال. هنقلب الاول في المية السخنة لحد ما الجيلي بتاعي يدوب خالص، لازم اتأكد ان هو دايب اهو بالشكل ده. بجد الوصفة دي من الحاجات السهلة وطعمها حلو قوي وبتعجب الولاد، وفي نفس الوقت مفيدة برضو، يعني احنا برضو عايزين نستخدم حاجات مفيدة ليهم. هنحط بقى المية الساقعة، بننزل عليهم بكوباية مية ساقعة، الباكو عليه كوباية مية ساقعة، يعني نفس اللي مكتوب على العبوة بالظبط. انا هنا استخدمت 2 كوباية عشان انا عاملة 2 باكو جيلي. هنسيبه بقى على جنب شوية وهنحضر بقية المكونات. هنجيب موزة، ممكن تستخدمي اي فاكهة برضو. انا جبت موز قطعته، لان الموز ده مفيش اختلاف عليه عند الاطفال بيحبوا الموز بطريقة فظيعة. هنقطعه بقى شرايح كده رفيعة، ممكن تعملوه مربعات، ممكن تعملوه شرايح رفيعة زي ما انا عاملة، زي ما انتوا عايزين، يعني مش بتفرق قوي اهو. قطع بس كده حاجات بسيطة. ممكن نستخدم زي ما قلت لكم فراولة، مانجا، يستفندي، اورنج، برتقاني، يعني اي حاجة موجودة عندنا. هنحط كده تحت في الكاسات بتاعتنا. ممكن نستخدم اطباق، ممكن نستخدم كوبايات على حسب اكلة الولاد، بس انا هنا استخدمت بقى الكاسات الكبيرة دي اهو. حطينا بقى تحت كده الموز، قطعناه زي ما قطعناه شرايح مع بعض كده. هنحط بقى شوية يعني على قد ما انتوا عايزين حسب اكلتكم يعني. ممكن نحط كتير، ممكن نحط على فكرة ميكس فواكه، يعني مش شرط موز بس. ممكن نحط موز مع يوستفندي مع تفاح مع فراولة زي ما انتوا عايزين، برضو بيطلع حلو قوي. الجيلي ده هنعمل منه وصفات كتير قوي، بس مع الوقت بقى يعني هنشوف منه كذا وصفة هتعجبكم جدا. وبعد كده خلاص بقى خلصنا الموز اهو. هننزل بقى بالجيلي بتاعنا. على فكرة انا ما حطيتش سكر في الجيلي خالص، يعني هو بستكفى بالسكر اللي موجود فيه. حطينا بقى، اللي عايز طبعا يزود سكر، اللي بيحب السكريات عالية يزود، بس انصح بلاش، خلينا دايما في الحاجة بطبيعتها. هنحط الجيلي بقى كده عندي في الكاسات، يعني بنملى نصه مثلا، تقريبا بنملى نصه او على حسب ما انتوا حابين كمية الجيلي قد ايه. اهو ملينا نصه. بحاول ان انا اظبط الكاسات زي بعض، يعني كل ما ابص في واحدة الاقيها اعلى من التانية فبرجع احط تاني اهو. خلاص كده المفروض كفاية يعني. ملينا نصه تقريبا. بعدين بقى بنسيبه في التلاجة يعني، واحنا كده خلاص خلصناه. هنحطه بقى في التلاجة يجمد، هنحطه يجمد معانا. هنيجي بقى الخطوة اللي بعد كده، المهلبية بتاعتنا. هنحتاج كوبايتين من اللبن، معاهم معلقتين من النشا. هحط معاها كمان 3 معالق من السكر. يعني السكر زي ما قلت لكم ان هو حسب الرغبة، عايزين نزود انتوا بتدوقوها بقى يعني حسيتوها عايزة شوية سكر ماشي. ممكن الخطوة دي نعمل كريم كراميل، مش شرط مهلبية خالص. حطينا 3 معالق من السكر مع معلقتين النشا وكوبايتين اللبن، وهحط كمان معاهم شوية فانيليا، وهقلبهم بقى كلهم كده مع بعض على البارد الاول لحد ما اتاكد ان النشا بتاعي داب. ونزلنا بالفانيليا اهو زي ما انتم شايفين.
وهقلب خلاص كده النشا بتاعي داب خلاص اهو. هنبدأ بقى نرفعه على النار لحد ما القوام يتقل معايا، يعني بنوطي عليه مش بنوطي قوي، يعني وسط كده لحد ما بيتقل معايا، بيبقى بالقوام اللي انتوا شايفينه ده، ما بنحتاجش بقى نتقله او اي حاجة. هنركنه بقى ونجيب اي بسكويت عندنا، حتى لو بقى عندنا بسكويت من العيد برضو يمشي حاله، مفيش مشكلة. بسكوت سادة، بسكوت اي بسكوت موجود عندكم مفيش مشكلة. انا هنا استخدمت بسكوت سادة وما طحنتوش قوي، يعني انا اصلا عايزاه مجرنش كده. تبقى بصوا يعني اهو، يعني متبقاش ناعم قوي اهو، عشان يبقى طعمه حلو، ما يبقاش ناعم قوي فيدخل في المهلبية بتاعتي يدوب فيها فما نحسش بطعمه. لا انا يعني عايزة احس بالميكس، يعني عايزة احس بطعمه. هنحطه فوق الجيلي بعد ما جمد، نستنى طبعا الجيلي يجمد معانا ونحطه. اللي عايز الجيلي يجمد معاه بسرعة ما نعملش، يعني نقلل في كمية المية اللي مكتوب على العبوة، فاهمين؟ يعني مثلا مكتوب ربع كوباية، هنحط اقل شوية. لما بنضيف بقى المية الساقعة، المفروض ان احنا الباكو بنحط عليه كوباية مية ساقعة، لا ممكن نقلل نخليها نص، ده هيخلي الجيلي بتاعك يجمد بسرعة وبيبقى تقيل، اللي عايزه تقيل يعني. كده خلاص حطينا البسكويت بتاعنا اهو فوق الجيلي والموز. وبيبقى شكله حلو قوي وطعمه كمان مش قادره اقول لكم طعمه عامل ازاي اهو، بصوا شكله عامل ازاي. يعني عايزه اقول لكم بقى عندنا ضيوف، عندنا اطفال واصحاب ولادنا، ولادي نفسهم، الحاجات دي حلوه ولذيذه وسهله. هنزل عليهم بقى بالمهلبيه اللي احنا عملناها كده على الوش، يعني خدنا فوائد اللبن وخدنا فوائد الجيلي نفسه فيه فوائد، وخدنا الفاكهة اللي محطوطة في الجيلي، سواء بقى هنحط موز هنحط فراولة هنحط اي حاجة، كله بينفع، يعني كله فعلا ليه فوائد. بنحاول ندخل لهم فوائد على قد ما نقدر. طبعا قلنا اللبن مفيد جدا اهو. ده بيبقى شكله بقى، بنسيبها تبرد شوية او ندخلها التلاجة لحد ما المهلبية بتاعتي تمسك شوية. انا ممكن يعني بالنسبه للتزيين اللي على الوش ده، انا هنا زينت بشويه بسكوت ساده على الوش مجرنش كده، ما نعمهوش زي ما قلنا. ممكن بقى نحط كريز، ممكن نحط فراوله، ممكن نحط موز، ممكن نحط شوكولاته مبشور، يعني شوكولاته مبشوره، زي ما انتوا حابين، يعني دي بترجع لكم، الموضوع ده بيرجع لكم انتوا. شكله في منتهى الروعه ومنتهى الجمال بجد، جربوه وهيعجبكم وهيعجب الولاد قوي. شكله كمان في الحقيقة احلى كتير من الصور، مش عارفة ازاي ما يعني بحاول ان انا اطلع لكم شكله بجد في الصور ما بيطلعش بنفس الجمال بتاعه اللي في الحقيقة.